التكوين المهني يا جماعه خلاص ما عادش موجود في البرتغال، ما عادش متاح للناس تيجي سياحه وتعمل تكوين مهني. وكمان الرخصه بتاعه السواقه بقى ليها مده محدده. لو مهتم بالتفاصيل بتاعه الموضوع ده كمل الفيديو للاخر، هو فيديو بسيط جدا ولكن فيه كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهارده عشان التكوين المهني، الناس اللي بتفكر لسه تيجي البرتغال وعايزه تعمل فيزا سياحه عشان تيجي البرتغال، فعشان تقدر تعمل تكوين مهني يعني الاداء من داخل البرتغال. فعايز اقول لكم ان خلاص الموضوع ما بقاش متاح. ولو حد هيقول لك ان هو متاح وبالطريقه دي او بالطريقه دي بيكذب عليك عشان بس ياخد فلوس يعني. تمام؟ لكن هو البرلمان خلاص بس في الموضوع واتكلموا في الموضوع واتناقشوا فيه وخلاص الموضوع صدر ان ما عادش فيه تكوين مهني خلاص. تمام؟ ف لو في طريقه تانية نازله قريب او في اي حاجه جديده نازله قريب بالنسبه للناس تعمل تعديل وضعها، انا هنزلها على طول في القناه عندي. ولكن فكره ان انت تعمل تكوين مهني فهي خلاص ما عادتش متاحه في البرتغال. في طرق تانية متاحه وهنزل لكم الفيديو ليها قريب، ولكن التكوين المهني وان انت تيجي فيزا سياحه مش متاحه. وان انت كمان قانون 40 ما عادش متاح، والمانيفيستا ما عادتش متاحه، وهم بيقفلوا الدنيا خالص دلوقتي. ده بالنسبه لموضوع التكوين المهني. تمام؟ بالنسبه للناس اللي عندها مواعيد، في ناس عندها مواعيد، اللي عنده ميعاد خلاص هو عنده ميعاد، هو خلاص عمل الورق وعنده ميعاد بتاعه وعنده اموره تمام، فخلاص يتكل على الله ويروح الميعاد. وهنزل لكم فيديو بالتفاصيل اللي انت هتحتاجها وانت رايح الميعاد بتاعك الفيديو الجاي. تمام؟ كمان الرخصه بتاعه السواقه دي النقطه بتاعه التكوين المهني. النقطه الثانيه بتاعه السواقه بتاعه العربيه، لو انت من الناس اللي عندهم رخصه سواقه في البرتغال قديمه وبروفيشنال، في رخصه اوليه بتبقى واخدها وفي رخصه بتبقى بروفيشنال معمول فيها الرقم بتاع البروفيشنال في اخر رخصه من الخلف. لو انت معاك الرخصه بروفيشنال فانت ما بينطبقش عليك شرط ان انت ال10 سنين اللي هو الفتره المحدده بتاعه الاقامه بتاعتك. لان هم دلوقتي قالوا ايه؟ هم دلوقتي قالوا ان انت فتره الرخصه بتاعتك مرتبطه بفتره الاقامه بتاعتك. ده على الناس اللي الرخصه بتاعتها ما فيهاش بروفيشنال، بقت تنطبق مع الإقامة بتاعتك. إقامتك انتهت، رخصتك انتهت، محتاج تجدد دي وجدد دي. تمام؟ لكن الناس اللي عندها بروفيشنال في الرخصة بتاعتها مش منطبق عليها، هيبقى الرخصة بتاعتك منتهية ولكن الإقامة بتاعتك الريزيدنسيا منتهية ولكن إقامتك سارية، الرخصة بتاعتك سارية عادي خالص. تمام؟ بالنسبة للناس اللي لسه جاية جديدة، فسواء هيعمل رخصة عادية أو هيحولها بعد كده البروفيشنال أو هيعدل يعمل فيها أي حاجة، فهي هتبقى في فترة الإقامة بتاعته. تمام؟ عشان بس الفكرة تبقى واضحة والناس تبقى فاهمة التفاصيل بتاعة النقطة دي تحديدا. اللي معاه رخصة فيها بروفيشنال هي مدتها 10 سنين زي ما احنا واخدينها كلنا 10 سنين من الأول، ولكن اللي واخدها على اساس انها 10 سنين وهي مش بروفيشنال فهو هيرتبط بان الرخصه هتبقى مرتبطه بالاقامه بتاعته. وقت ما الاقامه تنتهي الرخصه انتهت، لازم تجدد دي وتجدد دي. تمام؟ في ناس تانية بتتكلم في حاجه، لو انت اقامتك منتهيه ما ينفعش تسوق. لو انت رخصتك ساريه، يعني احنا مثلا انا رخصتي 10 سنين مثلا والاقامه بتاعتي انتهت، تمام؟ انا سوق عادي. لو حد تاني اقامته مع الرخصه بتاعته الاثنين انتهوا فما يقدرش يسوق. لسبب بقى، انا ليه اقدر اسوق او اي حد تاني اقامته مش مرتبطه بالمده بتاعه الرخصه، الاقامه انتهت ومش مرتبطه بالمده بتاعه الرخصه، ليه يقدر يسوق؟ يقدر يسوق لان لما انت اقامتك بتنتهي بتقدم على اقامه جديده، فبيدولك ورقه بتثبت ان انت رافع الملف بتاعك تاني عشان واوراقك عشان تاخد اقامه جديده. فبتدوك ورقه، الورقه دي بتمشي بيها شهرين. الشهرين اللي انت بتمشي بيهم انت تقدر تمشي بالرخصه لحد ما الرخصه تجيلك. لو الرخصه ما جاتش بعد الشهرين بتقدم ليهم تاني ويروحوا مدين لك ورقه تاني وتمشي بيها، فالامر طبيعي جدا. تمام؟ لكن الناس اللي الرخصه بتاعتها مرتبطه بالاقامه بالمده بتاعت الاقامه
حتى لو خد الورقه مش هيقدر يمشي بالرخصه، لان لازم ياخد الرخصه، لازم ياخد الاقامه الجديده علشان يقدر ياخد الرخصه الجديده. تمام؟ بس انا بوضح لكم وجهه الحكايه دي. المهم دلوقتي اي حد محتاج اي تفاصيل على اي حاجه او في حاجه انا ما وضحتهاش يكتب لي في الكومنتات او يبعت لي في الانستجرام. وانا اسف ان بقول لكم خبر يعني مش لطيف، ولكن هو ده اللي متاح دلوقتي، اللي حصل دلوقتي. تمام؟ فاستاذنكم اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس، وبالتوفيق للجميع يعني. واللي ما لحقش الفرصه دي، في فرص تانية ان شاء الله تبقى جايه، وان شاء الله اي جديد هنزله لكم على طول. السلام عليكم.